السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد مع وصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفة ديال الكب كيك كتجي ما شاء الله غزالة وكتعجب الكبار والصغار وكيديوها معاهم الوليدات هكا للمدرسة، وحتى الا بغيتو تحطوها لهم هكا في الكوتي راه كتجي ما شاء الله كتجي زوينة وكتخرج لنا واحد الكمية يعني مهمة ديال هاد الكب كيك. يعني غير بيضة وحدة كتوجدي واحد 12 حبة ولا 13 حبة من هاد الكب كيك، يعني راه كمية مهمة. نتمنى انكم تتابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقة والمقادير اللي غادي نوجدوا بهم هاد الكب كيك. عندي هنايا واحد الكاس ديال الحليب كما كتشوفوا معايا، كاس عامر كنعبر بالكاس ديال العنبة، واحد الكاس عامر ديال الحليب، وعندي كاس الضارب ديال الزيت، وعندي هنايا كاس ديال سنيده وجوج كيسان ونص ديال الطحين، وعندي بيضه. خصكم البنات تكونوا جابدينهم قبل من الثلاجه الحليب والبيض، وعندي واحد القبيصه ديال الملحه، وعندي كيس ونص ديال خميره الحلويات، وعندي فانيلا. كما قلت لكم هادو هما المقادير، مقادير بساطين يعني عندك موجودين في الدار، وبيضه وحده كما قلت يعني ما كتحتاجيش البيض كتير. وكنستعملوا التزيين هنايا هاد الشكلاط، هذا شكلاط صغير، الا كان عندك موجود في الدار استعمليه، ما كانش عندك يمكن لك تستغناي عليه. صافي هنايا غادي نجيب واحد الاناء فاش غادي نخلط هاد المقادير كامله. وانا غادي نجيب حتى الطراب الكهربائي باش نخلط زعما ونسربي دغيا على حساب وليداتي عندها في المدرسه دابا، وراني كنوجدوا لهم. هذا مكان هنايا صافي درت البيضه، بيضه وحده كما قلت لكم كافيه لهاد المقادير. بغيتوا انكم آه، توجدوا الكب كيك يعني بزاف، يعني عاوتاني وليو ضاعفوا المقادير. الا كانت عندكم مثلا جوج لاطات ولا ثلاثه وبغيتوا توجدوا واحد الكميه كثيره هكا، يمكن لكم تضاعفوا المقادير. عندي هنايا بيضه وحده، ودرت دي قبيصه د الملحه، وكاس ديال سنيده. من بعد كنزيد ديك الفانيا. صافي كنخلط المقادير كامله عندي بالطراب الكهربائي. نتوما يمكن لكم تستعملوا غير داك الطراب اليدوي غير ديال اليد وتخلطوا به، راه كافي زعما. صافي غادي نخلط هنايا ديك سنيده والبيض حتى غادي تشوفوا سنيده دابت، ما بقاتش هكاك سنيده يعني هكاك محجره لنا ولا كتبان لنا سنيده بزاف، لا، غتلقاوها دابت مع البيض، وداك البيض ولا اللون ديالو بيض، ما بقاش هكاك صفر. صافي كنعرفوا تما الخليط ديالنا صافي راه وجد. من بعد كنزيدوا عليه داك الكاس اللارب ديال الزيت، والزيت ما كنخويوش دفعه واحده، لا، راه كنديرو غير شويه بشويه هكا وحنا كنخلطو كما كتشوفوني انا كندير بهاد الطريقه هذه. صافي كنخوي غير هكا شويه بشويه صافي حتى كنكمل داك كاس اللارب. صافي كنبقى نخلط حتى كنحس عاوتاني كنحس بداك الزيت صافي دخل مع البيض، ويعني انسجم مع داك المكونات كامله. عاد كنحبس تخلاط. من بعد غادي نزيد الكاس ديال الحليب، والحليب ماشي غير تجبدوه من الثلاجه تستعملوه في الكيكه ديالكم، لا البنات، راه خصو يكون حتى هو مجبود من قبل من الثلاجه. صافي كنخلط هنا مزيان وكنزيد الحليب ديالي حتى هو شويه بشويه حتى كينسجم مع العناصر كامله بهاد الطريقه هذه. يعني راه بمتناول الجميع، يمكن لك توجديها دغيا دغيا في وقت قصير، يعني كتوجدي هاد الكاب كيك، يعني ما كياخذش الوقت مننا بزاف. انا كما قلت لكم دابا راه كنوجدها هكا في عشيه دغيا دغيا، يعني قبل ما نجيب وليداتي من المدرسه صافي كنوجدها وتنخليها تبرد حيت كيجيو تيلقاوها واجده. صافي خلطتها هنايا صافي غادي نحيد هذاك الطراب الكهربائي، وغادي نجيب الدقيق ديالي وغادي نغربلو. وراه انا عندي الدقيق راه مغربل من قبل البنات، وغادي نولي نغربلو المره الثانيه، يعني ما فيها باس هكا توليو تغربلو حتى نتوما. كنستعمل الكاس الاول وكنزيد الكاس الثاني وتنبدا تنخلط الخليط ديالي. صافي كنخلط هكا مزيان بهذه الطريقه. غنخلط هذاك الدقيق حتى نحس به ما بقاش داير لي الكويرات في الخليط.
صافي كنخلط مزيان، من بعد كنشوف واش ناقصني الدقيق، صافي كنزيد داك النص ديال الكاس ديال الدقيق، كنزيدو كما كتشوفوا معايا. صافي انا هنا هزات لي 2 كيسان ونص، نتوما تقدر تهز لكم 2 كيسان ونص ولا تهز لكم كتر على حسب الدقيق ديالكم واش كيشرب ولا لا. هاد الخليط هذا راه كيجي البنات شويه ثقيل على بالنسبه للكيكه العاديه، ماشي بحال الكيكه العاديه كيكون خفيف، لا كيكون هذا الخليط ثقيل. خصوصا الا كنتو غديروا وسط منه الشوكولات ولا الكونفيتير، يعني ضروري خصو يكون عاقد. الا كان خفيف مجرد انكم ما ديروش الشوكولات غادي يهود لتحت، ما غيبقاش في الوسط. صافي هنايا كنزيد كيس ونص ديال الخميره ديال الحلويات وتنخلط مزيان. صافي بعد ما كنخلط ديك الخميره ديال الحلويات، صافي كنحس بالخليط ديالي ولا خيط واحد هكا منين تهزوه تلقاوه ملس، ما بقاوش فيه ديك الكويرات ديال الدقيق ولا ديال الخميره، وكيرجع عندي هكا كما كتشوفوا شفتوا، يعني خيط واحد وكيرجع عندي داك الخليط ملس. وانا كنكتب لكم هنا رقم 8 باش زعما كنوريكم انه الخليط شويه ثقيل. صافي كيكون هنايا عندي الخليط واجد. ملي كيوجد لك الخليط كنزيد واحد المعلقه ديال الخل ونخلطها. صافي هنايا غادي نسالي التخلاط وصافي غادي نجيب واحد الكاس وغادي ندير فيه هذا الخليط هذا. كنديرو انا البنات في الكاس غير راكم عارفين باش ما نروش الدنيا ويبقى يقطر لي. الا خليته هكا في البانيو ولا هذا غادي نبقى منين نجي نخوي في ديك الكويرطات غادي يرول لي الدنيا ويبقى يقيس لي اللاطا ويقيس لي الارض. من الاحسن حتى نتوما ديروه هكا في شي كويس وبداو تخويو في الكويرطات ديالكم. هاد اللاطا هذا البنات ديال هادي ديال هاد الكاب كيك هذا راها موجوده في السوق ورخيصه زعما ماشي شي ثمن غالي وما تتلصق ما حتى شي حاجه. هادشي اللي زوين فيها ما كتلصقش ديك الكويرطات تيبقاو كما حطيتيهم كما كتجبديهم، يعني ما لاصقين ما والو، واخا ما تندهنهاش ما دهنيها ما والو. صافي كنخوي في ديك الكويرطات داك الخليط ديالي اللي وجدت. حاولوا انكم ما تعمروش داك الكويرطات حتى للفم، لانه خصنا نخليو واحد شويه، كنعمرو غير النص تقريبا هكا وكنخليو هكا واحد شويه فين يتنفخوا لنا. صافي كنعمر داك الكويرطات اللي عندي كاملين، ومن بعد كندير فوق منهم داك الشكلاط حبيبات هكا، داك الشكلاط صغيور. الا ما كانش عندكم موجود في الدار يمكن لكم تستغناو عليه، ما يمكن لكم ما ديروش، هو كيزيد يعطي واحد المنظر هكا لهاد الكب كيك من الفوق على حسب الوليدات وصافي. صافي كنكمل الشكلاط ديالي كامل من الفوق. في هاد الوقيته هادي راني البنات درت الفران يسخن، درت الفران يسخن لان هاد الكب كيك خصهم يدخلوا على فران سخون، تكونوا مسخنينه من قبل لانهم ما كياخذوش وقت طويل في الطياب، واحد 12 دقيقه ولا 13 دقيقه كيكونوا واجدين. صافي هنا دخلتهم الفران ديالي ووجدوا ما شاء الله، شوفوا كي جاو محمرين وزوينين بزاف في المنظر ديالهم وحتى المذاق. البنات كونوا اكيدين راهم جاو المذاق رائع وكيشهيو وغادي يعجبوا وليداتكم وجاو رطبين، يعني ما مدقسين ما معجنين ما حتى شي حاجه. كنتمنى انكم تجربوهم لوليداتكم وتردوا عليا الخبار في الكومونتيرات نتاعكم ان شاء الله. هنايا البنات غادي نحل معكم واحد الوحيده باش تشوفوها كي جات من الداخل. انا كنحلوهم سخانين، يلا جبدتهم دابا من الفران، شوفوا كي جاو يعني كيتحمروا من التحت ومن الفوق، يعني ما تحتاجوش انكم عاد تجبدوهم وتهبطوهم من التحت، لا خليهم مده واحد 12 دقيقه، ما كيتعداوهاش 10 دقائق 12 دقيقه ماكسيموم. صافي كيكون الفران يعني غير سخون، دخلهم سخون يعني كيتحمروا من الفوق ومن التحت، كتجبديهم واجدين. شتو البنات يعني ما مدقسين من الداخل ما حتى شي حاجه، غير وجدوهم. وصلنا لنهايه الفيديو، مع السلامه.